مفيش مرة حطيته فيها إلا لما اتسألت عليه فعلا انتي حاطة برفان ايه او اسمه ايه. يا سلام، ميد ان فرانس ومن قدام باريس وحتة كده. سو جاسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم جميعا، دي قناة تاكسي ومعاكم شيماء. العطور قصة واذواق، وانتي هكلمك النهاردة عن العطور والريحة الحلوة كده اللي تخطف القلب وشوية تفاصيل كده في النص. فيلا بينا كالعادة نبدأ. معلش بيندهولي بس عشان اجيب كوبايه الشاي بتاعتي. طبعا في الاول لو انا صوتي متغير شويه فانا تعبانه شويه وعندي برد، كمان حبيت اشرب شويه شاي سخنين كده. نتكلم بقى في العطور بتاعتنا، اللي انا بموت في حاجه اسمها عطور. اخترت الثلاثه دول من الحاجات اللي موجوده عندي عشان دول حاسه ان هم اكتر حاجه شتويين بمناسبه ان احنا في الشتاء يعني، فقلت اتكلم عن الحاجات الشتويه. اول واحده وهي الازازه دي، بس الازازه دي بصراحه محتاجه ان انا اخدكم معايا كده واروح افتحها من هناك لانها تستاهل انها تتفتح من هناك. مش حاسه ان انا اجيبها قدامكم كده وافتحها بمنتهى البساطه، لا دي مش محتاجه بساطه، دي محتاجه تعقيد شويه. هو مبدئيا كده انا اول ما بطلع الازازه من العلبه بتاعتها بشم الريحه على طول من غير ما افتح ولا اي حاجه. اول حاجه دي انا جبتها افتكر من على امازون لانها بقى لها حبه حلوين معايا كده، انا ما كنتش اعرف ريحتها ولكن انا بقرا التركيبات اللي بتكون موجوده عشان اقدر اجمع الريحه اللي انا حاسه ان انا هشمها فيها، وحسيت ان فيها مجموعه قريبه من ذوقي جدا فعشان كده جبتها. اول حاجه شدتني للازازه دي وهي شكلها، تحس انه فيه فستان اسود منفوش بيلمع شيك، وفضلت اقول يا رب كده ان شاء الله لما يجيلي الاقي ريحتها فعلا عجباني زي ما انا عايزاها بالظبط. البرفان ده مفيش مره حطيته فيها الا لما اتسالت عليه فعلا انتي حاطه برفان ايه او اسمه ايه. انا قلت لكم البرفان اسمه كاريس، اكيد شفتوه مكتوب على العلبه يعني. البرفان هو يتصنف طبعا ان هو شتوي من الدرجه الاولى. لما حطيته مره في الصيف قبل كده حاسه ان انا اتخنقت من ريحته، لان الصيف الحراره بتبقى عاليه، درجه حراره الجسم كمان بتبقى عاليه، فبتحسي ان كمان البرفان بيتاثر بدرجه الحراره. فعلشان كده البرفانات الصيفي يفضل انها تكون برفانات بارده، تكون فريش منعشه عشان تبقى لذيذه وانتي تحبيها. كمان ثباته قوي جدا، بفتح الدولاب ممكن اشم الريحه بتاعته اقول هو انا مثلا لسه ما غسلتش الحاجه اللي كنت حاطه عليها البرفان، لكن ثباته عليكي انتي ممكن يقعد يوم كامل وانتي حطاه. عشان كده بحاول ان انا احط منه يا دوبك هي رشتين بس، كفايه قوي كده عشان كمان ريحته ما تخنقنيش. البرفان ده فيه حته صغيره جدا مسكره، يعني تحسوا انها لسعه كده، حاجه حلوه واتلسعت شويه. اللسعه دي باينه فيه. النوتات اللي فيه حاجه خشبيه شويه، ممكن يكون فيها زهور ولكن بسيطه جدا. بصراحه هو مش ذوقي، يعني انا لما جبته ما اتبسطتش، يعني لما جبته وشميته ما حسيتش ان انا انبهرت. كنت ممكن اقول هي شكلها ليلي وسواريه وتقيله وشتويه والحاجات دي كلها، ولكن احبها في حاجات كده وبحبها، ما كرهتهاش يعني، ما قلتش ان انا مش حباها. ورغم اللي انا بقوله لكم ده زي ما شفتوا في ناس كتير سالتني عليها وحبوها، حاولت ان انا احب البرفان. بصوا هو انا لما بحطه عاجبني ولذيذ يعني تمام، انا يعني وانا بحطه مش متضايقه منه ولا اي حاجه، ولكن نيجي نرجع لتكرار البرفان. هل يا شيماء لما الازازه دي تخلص هتكرريها تاني؟ هقول لكم لا، مش هكررها تاني، وخصوصا ان هي 100 مللي ما شاء الله. بصوا انا يا دوبك استخدمت من الحبه دول، فاضل فيها ما شاء الله 3/4، فهتقعد معايا حبه حلوين. ولكن على جمال الازازه اللي انا عماله اكلمكم عنها من الصبح، فدي ان شاء الله هتفضل معايا على طول تحفه كده، هحطها كتحفه كده يكون شكلها حلو قوي وهي محطوطه. عايزه اقول لكم رغم شكلها ورغم ثباتها ورغم الشياكه اللي هي فيها بكل تفاصيلها الجميله دي، صدقوني مش غاليه خالص. برنسس اللي قدامكم ده اسمها سو جاسمين زي ما انتوا شايفين كده. الازازه دي انا جبتها زي ما تقولوا كده لقطه، كنت في محل وفي حد بيبيع برفانات بتجيله من بره، مش هدايا بس بيعرف ان هو يجيبها من بره، طبعا باسعار خياليه عشان يعرف يبيعها هنا باسعار تحفه. شايفين العلقه اللي عليها دي معدن، سامعين الصوت بتاعها؟ مكتوب عليها باريس، في كلمه كده مش عارفه اقراها، في شويه كلام تصدقوا من ورا مكتوب، هي 100 مللي ايدي برفيوم ميد ان فرانس. يا سلام، ميد ان فرانس ومن قدام باريس وحته كده. سو جاسمين. ايه اللي حصل ده؟
من سو جاسمين خالص، البتاعه بتاعتها وقعت. البرفان نزل. لازم اول ما بمسكها خلاص مش قادره اقول لكم قد ايه. اخر شويه شاي بس. الشاي ده ممكن يكرف من الريحه، لانه الريحه بتاعته هتلاقوها كرفت كده يعني. اقدر اقول لكم كده عشان ما اطولش معاكم في الكلام ان ده اكتر برفان قريب لقلبي، اكتر برفان حبيته. سو جاسمين خلاص من اسمها معروف انها ريحه الياسمين. من كتر حبي في الازازه دي، وكان بالنسبه لي ده العطر السري بتاعي، ما كنتش بحب اقول عليه لحد. من كتر حبي في الازازه دي عملت لها ريل عندي على انستجرام الفاشن والتنسيقات، كاتبه فيه قصيده شعر والله، عطر الياسمين ده. البرفان ده بقى مش اي حد هيحبه، ومش اي حد بيحب ريحه الياسمين عموما، لان ريحه الياسمين ظاهره فيه جدا. يعني هو سو جاسمين انا لما شميته في الاول استغربته، ولكن بعد كده لما الريحه هديت شويه حبيته جدا. البرفان ده بقاله معايا كتير جدا، وعاوزه احافظ عليه على قد ما اقدر، لاني مش عارفه الاقيه زي ما قلت لكم الازازه كانت جايه عامله ازاي. فاي حاجه فيها ياسمين او سو جاسمين زي دي اعتقد ان انا ان شاء الله هروح لها واجيبها، لان انا بحب ريحه الورود اصلا، فهي مناسبه جدا للشتاء. يعني هي، وعلى فكره انا بحطها في الصيف، ولكن لما بحط برفان عاجبني في الصيف بقلل الكميه على قد ما اقدر علشان الريحه ما تكونش تقيله وتخنقني. لكن الريحه دي بحس ان هي انا بحس انها شبهي، بحس لما بحطها ببقى مبسوطه، وبحب ان انا يعني احطها كده اشمها افتكرها. تعالوا بقى اكلمكم عن حاجه مهمه جدا في موضوع العطور دي، وهي حاجه اسمها القاعده البرفانيه. مفيش اي حد بيتكلم عن البرفانات الا لما يقولك الحاجه دي، اللي هي ايه بقى؟ يقولك اماكن وضع العطور او البرفان بتحطيه فين، على اماكن النبض، لان دي اكتر اماكن هتكون ثابته فيها الريحه. عاوزه اقول لكم ان انا اسفه ان الكلام ده مش صح خالص، ولو انا حتى هكون الوحيده اللي هعترض على الكلام ده. ليه؟ لان انا عندي بالنسبه لي التجربه خير دليل. انا جربت اللي انتوا بتقولوه ده، حطيها ورا ودانك واماكن النبض، او حطي فازلين، حطي البرفان عليه هيثبته اكتر، او رشي البرفان بعيد وامشي عليه هتلاقي البرفان ثبت اكتر. لا خالص، الكلام ده مش مظبوط نهائي، لاني جربتها وما فلحتش. البرفان يا جماعه بيثبت فين؟ كلمه ورا الودان، مفيش ورا الودان، هنا على الرقبه من هنا. يعني هي الحته اللي ورا ودانك مش ورا ودانك بالظبط، لا على الرقبه من هنا، ومش على عرق النبض اقصد يعني كمان بالخصوص، لا هي ممكن على رقبتك من هنا هتثبت، والريحه هتبقى حلوه قوي، ومع تغيير الوقت هتلاقي الريحه بتحلو اكتر. فين بقى؟ مش على النبض خالص، لا هنا اهو، الحته دي اسمها المعصم. على الجزء ده برش البرفان لقيته ثابت جدا. الحركه اللي بتعمليها ايدك، اللي بتتحركي بيها كل شويه بتعملي حاجه، لقيت ريحه البرفان بتاخد وتدي معايا، انا شامه الريحه ورايحه وجايه معايا كده. فين تاني؟ في حته هنا اسمها الترقوه، لما بحط البرفان عليها الريحه فعلا بتفوح، كل شويه بتفوح بشمها. شفتوا هي قريبه منين؟ الجزء ده، فانا بشمها اكتر. وبالنسبه عشان احنا بنخرج فمش هينفع تكون الريحه فواحه والبرفان بره حرام. اي حد هيقول كده من قبل ما يقول انا متفقه معاكم، مش هقدر اختلف معاكم في الموضوع ده خالص، ولو حتى الواحد بيغلط شويه بيخرج بريحه، ولكن متفقه معاكم. فعشان كده لما الواحد يحط برفان يحطه في اقرب مكان ليه، بس انتي اللي تشمي الريحه، او لو انتي قريبه من حد بمسافه 30-40 سنتي هو بس اللي يشمك، عشان الريحه ما تكونش فواحه وما تكونش منتشره جدا. نتكلم بقى على ثالث برفان، وهو جولدن تاتش بتاعت شركه ماي واي. شركه ماي واي مش كل العطور اللي فيها انا بحبها وبفضلها، لان في حاجات كتير ما بحبهاش وما بتعجبنيش، لكن جولدن تاتش من الحاجات اللي فعلا شمتها ولقيت انها مميزه. في برفانات كتير انا جربتها من جولدن تاتش من ماي واي بس مش مميزه، وفي برفانات كتير فيهم شبه بعض، وفي برفانات كتير بحس انها تركيب. انا كنت الاول زمان بركب، ما بقتش احب اركب خالص، لاني بحس ان جوده البرفان مش حلوه ومش شيك، بقيت احب احسن البرفانات الجاهزه. ف جولدن تاتش حقيقي جميله مميزه. لما حد شمها قبل كده افتكر ان البرفان مش مصري جاي من بره، صراحه انبهرت لما سمعت الكلام ده. لا يا جماعه، ده برفان مصري وسعره يعني رخيص جدا وراقي وشتوي جدا، لدرجه ان هو بيحسسني بجو شتاء. بلطو كده طويل اسود، بوت كعب عالي قوي، جو ممطر، شارع واسع هادي، اضواء خافته، مطر نازل، اجواء شتويه، تحس ان انتوا ماشيين في الشانزليزيه. جولدن تاتش بيوديني للحته دي حقيقي بجد. البرفان ده برضو من البرفانات الشتويه، والشتويه يعني ايه بقى والصيفيه يعني ايه؟ مش الصوت الشتوي ولا الصوت الصيفي. الصيفي زي ما قلت لكم بحب الحاجات الهاديه البارده المنعشه عشان ما تحرركيش وتضايقك. البرفان الشتوي بيكون بيتسم
بالتقل شويه والتركيز العالي والريحه القويه شويه، عشان يناسب الجو ودرجه حراره الجسم كمان اللي انت هتحطي فيها البرفان وما يخنقكيش. هو ده الفرق بين الشتوي والصيفي. الريحه بتاعت جولدن تاتش تحسوا ان هي نقول فيها سنه بخور، هي مش خليجي، انا ما بصنفهاش خليجي خالص، الروايح كلها بقت ميكس في ايديا دلوقتي، بس فيها حته بخور بسيطه جدا جدا جدا. زائد فيها ايه، فيها فيل. حاسه ان البرد كتم على نفسي، مش عارفه اشم البرفان قوي، بس البرفان ده لما بيهدى شويه ريحته بتبقى الطف واهدى شويه. يعني كل ما الريحه، انا اكتر وقت البرفان بيكون حلو معايا فيه اللي هو في اخر الوقت بتاعه، بيكون البرفان هادي جدا واداني ريح القاعده بتاعه البرفان، اداني ريحه تحفه. وبحب البرفانات اللي فيها ورود جدا، بحب طبعا الفانيليا، جوز الهند، زبده الكاكاو في البرفان يكونوا متركبين مع بعض معمولين صح، بموت فيهم، بموت في الريحه دي قوي. اكلمكم عن حاجه برضو، انا واحده منكم برضو اتاثرت بيها على اليوتيوب، وكنت بشوف فيديو البرفانات لاني بحب البرفانات وبحب اتفرج عليها جدا، الاقي مثلا واحده بتطلع 20 ازازه تتكلم عنها، دي بتستخدمهم كلهم في وقت واحد. فانا اتاثرت بالموضوع ده، مش هكدب عليكم، جه في وقت من الاوقات كنت عندي 10 برفانات بستخدمهم في وقت واحد. بعد كده لا، انا ما حبيتش ده، انا مش دي طبيعتي ولا دي شخصيتي. انا بحب اجيب برفان اخلصه، اجيب واحد غيره او اكرره، احب ان يكون في ريحه مميزه ليا، ريحه واحده بس، مش كل شويه اغير البرفان بتاعي. فعلشان كده ما حبيتش الموضوع ده، وما حبيتش الحاجات الكتير دي تكون عندي كلها مره واحده، فقلت لا، هي ازازه برفان واحده بس هستخدمها لحد ما تخلص، او لو انا عندي عشان عندي كذا يعني تمام، انا هطلع واحده مثلا في الشتاء دي استخدمها طول الشتاء ومش هستخدم واحده تانية غيرها. تتوقعوا انا اخترت انهي ازازه برفان اللي انا هستخدمها في الشتاء ده، او اللي انا بستخدمها من اول الشتاء؟ هديكوا 10 ثواني تفكروا وبعد كده اقول لكم الازازه اللي انا اخترتها. تمام، الناس اللي اختارت الازازه دي فانتوا شاطرين، انا عارفه ان كتير منكم مش هيختارها، انا عارفه انتوا اخترتوا ايه. قلت ممكن اكون بستخدم سو جاسمين، خفت ان الريحه تغير شويه واتضايق منها، فقلت لا، خليني اطلعها واستخدمها واحطها، وعشان انا بحب برضه سو جاسمين جدا، فانا الازازه الصغيره العسوله دي حاطه فيها شويه، كان فيها شويه اكتر من كده، بحب افتكر الريحه وبحب ان انا اشمها، حطها جنبي كده في المنظم اللي جنبي ده، حابه على ايدي كده افضل اشم فيهم، هي رول. فعشان كده انا خلاص رجعت للقواعد القديمه بتاعتي اللي انا حباها ومش حابه ان انا اغيرها بعد كده بعد التجربه اللي انا جربتها. واقول لكم مع الف سلامه في الفيديو الجميل اللي كنا مع بعض فيه النهارده ده.